لذلك السيد رئيس الوزراء يتابع بشكل مباشر معنا، سواء في الموازنة أو في مجلس الوزراء أو مع الوزارة بشكل مباشر، ووضعنا في المنهاج الحكومي الذي دخل في الموازنة إن شاء الله، ونأمل من الأخوة والأخوات في مجلس النواب إن شاء الله يدعموننا في هذا الإطار، وهو أن نشمل 600 ألف أسرة في هذه المرحلة إن شاء الله. يعني على الموازنة نصعد ب 900 ألف أو احنا أكثر. الآن عندنا 1.800.000. مليون و800. فإذا شملنا 600 آخرين نصل إلى 1.400.000. طبعا المليون و800 يعني نفوسهم حدود 5 ملايين، قلت لكم 100,000. ال 600 بالتأكيد لن يقل عدد نفوسهم عن المليونين إلى 1.5 مليون نسمة. يعني من الممكن خلال من بعد إقرار الموازنة نعم. القادمة أن نصل إلى 7 مليون سنشمل وأكثر مئات الآلاف يشملون نعم. براتب الحماية الاجتماعية. بالضبط. هي الآن ايش قد مجموع الرواتب؟ طبعا الراتب تدري الفرد لأن عندنا قلت لك المرأة العزباء مثلا أو الكبير السن اللي ما عنده معيل، الفرد راتبه 170,000. نعم. عفوا 125. إذا اثنين يصير 175. إذا ثلاثة يصير 275. إذا أربعة فما فوق 330,000. 330,000 لكل أربعة فما أسرة فوق مشمولة براتب الحماية الاجتماعية. مجموع الرواتب في السنة يعني لتغطية الرواتب كامل الرواتب. احنا موازنتنا للعام الماضي كانت 3 تريليون و600 مليار. زين. نطمح هذه السنة فقط الرعاية الاجتماعية. طبعا عندنا هيئة ذوي الإعاقة، عندنا 220 ألف من هيئة ذوي الإعاقة. حنجي ونناقش هلا فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية. عندنا 3 تريليون و600 ألف، وأضيف لنا 552 مليار في قانون الأمن الغذائي. نعم. فيصير حدود 4 تريليون و200 مليار. نطمح أن تصل الموازنة في 2023 إلى 6 مليار على الأقل للحماية الاجتماعية حتى نستطيع أن نغطي 600 ألف. وبهاي الحالة ممكن أوصل إلى 7 أو إلى 7.5. نعم. يشملون براتب الحماية الاجتماعية. ما لا يقل عن 7.5.